السلام عليكم، عاملين ايه؟ أكيد بقى معظمكم بيسأل هو أنا جاي بقالي فترة مختفي على القناة. مش مش بنزل فيديوهات وكلام من ده. هو الحقيقة إن أنا عندي أكتر من قناة. طب الفترة اللي عدت كنت مركز على القنوات التانية، لكن إن شاء الله أنا ظبطت أموري. هبدأ إن شاء الله يوم ويوم أو كل يوم الفترة ديت أنزل إن شاء الله فيديو على القناة دي بإذن الله تعالى يعني. حاجات هتعجبكم جامدة يعني. هحاول أشارك معاكم تفاصيل يومي، بمعنى إن إحنا صحينا من النوم النهاردة، صلينا الفجر، بعد كده قعدنا في جلسة الشروق. ودي من أهم الحاجات اللي كانت بتنجز معايا، إن أنا أصحى من بدري وأصلي الشروق في المسجد وأجي أبدأ يوم. وإن شاء الله أحاول أخلي الفيديو كل يوم بعد جلسة الشروق قبل ما أنزل الجامعة، لأن في الغالب طول اليوم أكون مركز في شغلي والكورسات والحاجات التانية اللي أنا بعملها، أو بمنتج فيديوهات زي كده، أو بظبط من السوشيال ميديا برفعها. فالنهاردة إن شاء الله معاكم هندساوي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن هنعمل فيديو جميل كده على شوية الأسئلة اللي جاتني من شباب إعداد هندسة السنة دي. هي أسئلة كتير فهرد عليها كلها في فيديو واحد. مجرد ان انا الاسئله كلها جمعتها عندي على الفون، همسك الفون في ايدي دلوقتي ان شاء الله وامسك سؤال سؤال وارد عليكم. بس انا هرد عليكم من وجهه نظري او من تجربتي الشخصيه، وبرضه سائل يعني، مش من عقليتي انا لوحدي، لا، خدت راي واحد واثنين وثلاثه واربعه زمايلنا اكبر مننا، ناس متخرجين ودكاتره ومعيدين كمان. اول سؤال بقى جاني ومحير ناس كتير قوي يعني، انا جيت. هو انك لازم تنزل كورسات في هندسه؟ لا، مش لازم خالص. محتاج هل انا محتاج لابتوب في هذه الهندسه؟ لا، ما انتش محتاج، بس نصيحه يعني من اخ، افضل انك حاول تجيب لاب لو انت امكانياتك تسمح انك تجيب لاب، وابدا استخدمه، حط عليه داتا واشتغل عليه، عشان تبقى عندك امكانيات اجازه انك تطور نفسك او تحمل برامج جديده، وهتفرق معاك كتير، هتفرق معاك كتير يعني اول ما تحتاج لاب. ايه نظام الكليه بتاعتنا؟ بص، هو مفيش نظام واحد. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو منتج يا باولو منتج يا باولو. طبعا بنعتذر لمشاهدينا. الناس بتخوفني وبتقول ان الكليه صعبه. لا لا، كلام مش منطقي خالص. الكليه بتاعتنا جميله، بس محتاجه انك تلتزم وتمشي صح في المذاكره وتذاكر اول باول. بيقولوا الدكاترة مش بتفهم حاجة ومحدش بيفهم حاجة منهم. السؤال ده غبي جدا. هو انت مين قال لك كده؟ انت محمار. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. الدكتور ده درس هندسة، خد ماجستير، حضر دكتوراه، عمل كتب، عمل ابحاث، فما تقولش حاجة زي كده. اكيد انت محمار يعني. وعشان تعمل حاجة زي كده، محاول انك ما تقعدش ورا مع الشباب اللي بتتدروش، ان هي اصلا مش جايه تتعلم، ان بتقعد ورا في الاخر كده في المدرج تقعد تقول لك الدكتور ده مش بيفهم، مش فاهم حاجه، يا دكتور عايزين نمشيه. فانت ما دام قاعد في الفئه دي، فانت اكيد عمرك ما هتفهم. عشان تحل المشكله دي، حاول بس انك تروح حاضر بذهنك، تقعد في اول مدرج، تشرب كوبايه القهوه بتاعتك قبل ما تخش، تكون مركز مع الدكتور وعايز فعلا تعرف او عايز تتعلم. خلي بالك من النقطه دي، وهتفرق معاك وهتلاقي نفسك بتفهم. وحاول انك تحضر قبل ما تروح المحاضره، واسمع الفيديو بتاع ازاي تذاكر صح في عندك على القناه. ازاي اركز في المحاضره افهم من الدكتور؟ زي ما انا قلت لك دلوقتي، الحته بتاعت انك تقعد في المدرج الاول دي وتشرب قهوه قبل ما تخش، وافضل انك تحضر المحاضره قبل ما تدخل، و... وده هيلخصه لك في فيديو ازاي تذاكر صح عندي. تمام؟ حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. طيب، في سؤال جالي كده مهم، لو حد عمل معايا موقف وحش في الكليه هندساوي، اقطع وياه ولا اعمل ايه؟ لا، اوعى تقطع وياه. بص، هو احنا كلنا بشر وبنغلط وبنتعلم، وصاحبك اللي غلط معاك النهارده بيتعلم، وبكره اكيد مش هيغلط مع حد تاني، فلازم يبقى صدرك رحب وتستقبل الكلام ده كويس، ولو حد غلط انك تسامحه، لان برضه يعني حاول تخلي عادتك كبيره شويه. تمام؟ فحد صاحبك قال معاك، ما رضيش يبعت لك حاجه، ما رضيش يبعت لك ملخص، عمل معاك موقف وحش، عملت موقف وراح قال عليك، فالحاجات دي كلها حاول انها ما تاثرش عليك، عشان هتشوف منها كتير، هتشوف منها كتير. تمام؟ وفي اللي هيتعلم ويحسن من نفسه، وفي اللي مش هيحسن. فانت عشان ما تزعلش، حاول انك ما تخسروش، لكن غير رتبته في حاجه. كان صاحب او كان اخ، لا، هو زميل عادي، اخو عندك على الواتساب، ازيك، السلام عليكم، عايز منك حاجه انت خليك احسن، واديها له وابعتها له. معاك حاجه تقدر تفيده بيها، فيده حتى لو ما طلبش، وتجنبه بس.
وانت سرك لنفسك وحياتك الشخصيه هو ما يخشهاش، ما يتخطاهاش. حط حاجز كده بينك وبين ايه، والاحسن انك تفضل حاطط الحاجز ده من اول السنه. بس خلي انت اتعامل بنيه صافيه، وادي انت وابعد انت وبادر بالخير، ده اهم حاجه، ده اللي هيفرق معاك. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. طيب حلو. هو السكن الجامعي يفتح امتى؟ تقريبا من تاني اسبوع او تالت اسبوع باين. اخد معايا اول ايه، اول يوم وانا نازل الكليه ايه، بص يا باشا، هو نظام الشياكه بتاعك. تمام. تصحى تصلي فجرك، اذكارك، الشروق، تاخد نفسك كده وتخش تلبس الطقم الحلو، الساحه الحلوه، برفانك، اهم حاجه موزيك على اوعى تنساه. وعندك تقوم جاي رايح واخد فلوسك وبطاقتك وبطاقه الترشيح ونازل الكليه كرايم، ولا بقى سكتش ولا سندوتشات ولا مش عارف ايه. انت لو جو انت افطر كويس قبل ما تنزل. لو جوعت يعني ممكن تفطر في الكليه مع زمايلك وبتاع، اديك يعني من باب التعارف، بقى حد راح يفطر، طب انا عايز افطر، اقعد صاحب. اول يوم ده بيبقى انت راح تعرف المكان، امورك كويسه. في الغالب اغلب الجامعات مش بتشرح محاضرات اول اسبوع، بس في بعض الجامعات بتشرح عادي. حتى لو شرحت انت رايح رايق. والافضل كمان حاول تاخد معاك سكتش، خد سكتش وقلم، بحيث ان لو في محاضرات اتشرحت يبقى انت قاعد بتكتب حتى كده. تمام، وامورك يعني طيبه ان شاء الله. ايه اللي يخليني اخد كورسات؟ بص يا باشا، الحته ديت يعني ممكن تاخد كورسات كذا حاجه. اول حاجه لازم تبقى فاهم ان الكورسات في الهندسه عباره عن نوعين: كورسات تطوير نفسك كمهندس، وكورسات تبع منهجك. كورسات تطوير نفسك كمهندس لازم تاخدها، وفي الغالب ساعات بيبقى موجود على اليوتيوب كتير، فانت لو عايز ترتب دماغك وتنجز حاجه اكيد هتاخد برايفت معاك. طيب بالنسبه للكورسات بتاعه المنهج بتاعك، اللي يخليك تاخد كورسات حاجه من الاثنين: يا اما انت مش بتذاكر وكسل ومش عارف ومش عايز تتعب، فعايز حد يذاكر معاهم على الجهاز وينجحك، يا اما انت جيت الكليه متاخر وتايه ومش لاقي حد يفيدك، وحتى اصحابك اللي معاك مش هيقدروا يفيدك لان هم هيكونوا مشغولين في نفسهم اكتر منك. وفي الغالب أوه أوه هو ده اللي انا بستنى. لا بلاش انفخ عشان ما بهدلش الدنيا، بلاش انفخ عشان ما بهدلش الدنيا. هو ده اللي انا بستنى واللي عيني شايفاه. انت بتتكلم جد؟ ايه ده المزاج العلا. خلي بالك يا جماعه من حته ان انا كنت بقول ازاي تذاكروا صح. يعني انا دلوقتي هنزل الجامعه كمان شويه، كوبايه القهوه دي اللي هتظبط معايا الدنيا النهارده، بس وشي باظ. قلبي بيوجعني، عايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. مثلا ورانا وبعد كده نتعامل يعني. فانا قلت لك محتاج تاخد كورسات، زي ما انا قلت لك انك انت ما بتذاكرش الكورس، بس حد يجيب لك المعلومه على الجاهز. تاني بوينت انك جاي متاخر وتايه ومش لاقي حد يفيدك، ولا حتى اصحابك ولا اكبر منك، فبالتالي ولا حتى هتلاقي المعيد يقعد جنبك ويدادي معاك، ولا الدكتور كمان نفس الكلام طبعا. او تالت حاجه، انا شاطر وبذاكر وجيت واهتميت من الاول، لكن في ماده او اتنين هم متنشنين معايا. زي مثلا لو انت صنايع مثلا او معهد، هتلاقي مثلا الرياضه متنشنه معاك مثلا، والميكانيكا مثلا. او مثلا لو انت ثانويه عامه ممكن تلاقي مثلا الرسم وماده كمان. فعلى طول انا ما هريش كتير واروح اضيع وقت، اروح اخد في المادتين دولت مع كليتي ومذاكرته، واخلي الكليه رقم واحد بقدر الامكان، وافضل احاول والكورسات تضيفني بس. لكن هي مش حاجه غلط، مش حاجه عيب، مش حاجه حرام. الناس كلها بتدي دي الكورسات دي يا جماعه عامله شبه دروس ثانويه عامه. عايز تاخد خد، عايز تمشي ورا اليوتيوب ورا المدرسه امشي. بس الفرق انت في ثانويه عامه انت بتعمل كل حاجه، ما تفكرش بقى تقول هروح ولا مش هروح، لان دي اهم سنه في حياتك، او دول اهم 3 سنين في حياتك هيحددوا مصيرك. لكن انت هنا في الكليه انت ممكن في ناس ما بتذاكرش معاك التقدير، ناس تنجح بخواطر، والناس دي بتذاكر برضه وبتجتهد. ففي حته الكورسات دي ما تخليهاش تاخد اكبر من حجمها. تمام، حاجه طبيعيه، كل الناس بتدي الامور، وانت تقدر برضه من غير كورسات خالص انك تطلع اول وترتب وامورك تبقى طيبه. فعشان تبقى برضه واخد بالك من النقطه دي، فدي بترجع لك انت كشخص، محدش بيجبرك اصلا على حوار الكورسات ده. لكن انت مطالب منك انك في البدايه تروح تجرب كل حاجه، وتدور كل حاجه في دماغك، وتستفيد من خبره الناس اللي اكبر منك، تساله اعمل ايه في الماده دي، وهل لو خدت اخد فين او اعمل ايه. فدي نقطه مهمه بس لازم تاخد بالك منها. تمام. هل اخد كورسات ده يضرني ولا لا؟ اصل على جروب الدفعه بيقولوا ان ده غلط.
لا هو مش غلط ولا هيضرك ولا اي حاجه. فاللي بيقول لك كده هو ممكن يكون بيقول لك كده عشان خايف على مكانه. يعني مثلا انت اكيد مثلا ما فيش مثلا حد في منشاه حكوميه هيجي يقول لك ايه تعالى اخلص لك المصلحه دي بره خاص، ما هو اكيد ما حدش هيجي يقول لك كده. لكن هو ممكن يكون بيخلصها بره خاص او بيعمل خدمه زيها بره وبمقابل ده شغل خاص بيه. تمام. فانت لازم اي حد في منشاه حكوميه ان هو طبعا يقطع حاجه زي كده ويمنعها. يعني هو اصلا ممكن ما يكونش يعرف اي حاجه عن الدايره دي اصلا، بس هو بس مجرد ان هو بيمنع من عنده وخلاص. تمام. فهو ده طبيعي ان هو يقول كده. ومفيش ضرر جواك هتتضر وكلام من ده، لا مفيش الكلام ده. كان ضرر كتير. في الغالب انت بتيجي في بدايه اي ترم او اي سنه دراسيه بتلاقي الدوشه دي بتحصل كتير، وبعد كده بتلاقي نص الدفعه نزلت كورسات. وكل واحد حر، هو انت محدش هيقول لك انزل او ما تنزلش، فلازم تاخد بالك من الحته دي. بس هو طبعا واجب ان المكان ده ان هم يقولك طبعا ما تاخدش الكلام من ده، بس وبيجي ياخده برضه في الاخر. هل في معيدين بيدوا كورسات؟ ايوه عادي. هل ممكن اشتغل جنب الدراسه؟ بص يا صاحبي، هو على حسب وضعك. اولا انت في جامعه ايه، في كليه ايه، وعلى حسب ظروفك الماديه. فانت لو مثلا في كليه هندسه وظروفك الماديه متوسطه واحسن حاجه، نصيحه مني ليك بلاش. انت ركز الثلاث شهور او الشهرين في الدراسه بتاعتي وفي مذاكرتي عشان اجيب تقدير وانجح، وافضل في الاجازه ان انا اشتغل واطور نفسي. لكن انت ما تروحش تشغل نفسك وتشتغل في الدراسه وتلاقي نفسك ما جبتش تقدير ونفسيتك بقت مش كويسه ونزلت سمر واتبهدلت وصرفت الفلوس اللي انت اشتغلتها على السمر وعلى مصاريف الدراسه، والنظام الجي ده دمر الدنيا. تمام. فخلاك لازم تركز في المذاكره، تاخد بالك من النقطه دي. وحاجه واحده بس ممكن تخليك تشتغل، لو انا مثلا موهوب في حاجه او معايا مهنه من زمان، فاوريدي انا هروح اشتغل بقى، مش هتستهلك من ذهني وتفكيري ومجهودي كتير، انا اصلا محترف فيها. وانا مثلا واخد سكن جنب الجامعه ولقيت نفس شغل كنت شغاله زمان موجود جنبي، فقلت لها هروح اشتغل 6 5 ساعات في اليوم انجز فيهم حاجه. تمام. فبرضه لو المهنه اللي جنبك او متاحه ليك انت قوي فيها ممكن تشتغل عادي، حتى لو انت ظروفك مثلا حلوه، بس انا رايح عشان ارفع عن نفسي او انا بلاقي نفسي في كده زي ما انا بعمل. ايه اقسام انكريدت واقسام انعام في كفر الشيخ؟ اقسام الكريدت في كفر الشيخ على حد علمي مش بيفتح منهم الا ميكاترونكس بس، ميكاترونكس دي الوحيده اللي بتفتح في كفر الشيخ. عندك اقسام تانيه زي الانشاء الصناعي تشييد وبناء ما بيفتحوش، ما فيش عدد بيسجل. تمام. فدي الفكره. اما بالنسبه للعام فانت عندك ميكانيكا وبتتقسم شعبتين باور انتاج، وعندك برضه مدني ما بتتقسمش حاجه تقريبا، وعندك عماره، وعندك كهرباء بتتقسم 3 4 تخصصات تقريبا، ثبات حشبه كده. ادخل كريدت من اعدادي ولا بعد هندسه؟ والله السؤال ده في الجول واتسالته من ناس كتير قوي، نصحت بيه ناس كتير وناس كتير اقتنعت بالكلام. بص يا باشا، انا دايما بشوف اولا انت لازم تبقى عارف الفرق بينهم. هقول لك تقريبا في, في السؤال اللي بعده على طول. هو مفيش فرق ما بينهم بالنسبه للمنهج، نفس المنهج ونفس كل حاجه. اللي صاحبك في عام بياخده انت اللي بتاخده في ميكاترونكس، انت مش بتتخصص من اول سنه، بتتخصص برضه في ميكاترونكس من ثاني سنه. اول سنه بتبقى اسمها اعدادي، بس الفرق ان انت اعدادي ميكاترونكس. طيب مفيش فرق ما بينهم. بس انا بقى بشوف ان ميكاترونكس المواد اللي خدتها من اول سنه فيها عيوب كتير قوي. اول حاجه انتوا بتبقوا 10 15 واحد مع بعض في القسم بس. تمام. اما بالنسبه للعام ممكن توصلوا 300 وازيد، فبالتالي انت بتبقى قاعد، وحتى بتوع العام بياخدوا في مدرج كبير عشان هم عددهم كبير، اما ميكاترونكس بياخدوا في قاعه صغيره. فانت لما بتخش عام بتحس ان انت طالب جامعي بجد. تخش تقعد في المدرج وسط ناس كتير وسط عدد، بتلاقي صحبه كتير، بتلاقي بدل الواحد 20 تقدر تصاحبه وتمشي معاه، تقدر تعمل علاقات. ما انا دلوقتي لما اخش سنه كامله مع 300 طلبه 350 طلبه، لو طلعت من السنه كسب ال 350 طلبه ومصاحبهم، فدول بقى عندي على الواتساب. فانا لما جيت تخصصت اولى كنت ميكاترونكس، السنه الجايه بقيت عارف مهندسين ميكانيكا ومهندسين مدني ومهندسين عماره وجميع التخصصات. زائد ان انت في العام بتحضر مع قسم ميكانيكا في الدور الخامس مثلا، فبالتالي بتقدر تصاحب كمان ناس تانية غير تخصصك، وبتتكلم وبتشوف بني ادمين وبتروح وبتيجي، ولو وقفت في حاجه بتلاقي 1000 من يديك. فنصيحه ان العام هتخليك تعمل علاقات، هتخليك عارف ان مهندس ميكانيكا، مهندس باور، مهندس مش عارف ايه، مهندس مش عارف ايه. بعد كده فيما بعد المعرفه الكتير دي هتفتح لك مصالح كتير. اسمع من اخوك الكبير. مثلا ببساطه، مثلا انا وانت دلوقتي اصحاب مثلا، وانا في رابعه ميكانيكا مثلا وانت في ثانيه مثلا،
ورفعت ان انا في تدريب في مكان كذا وخدت كورس كذا وتوظفت في شركه كذا. فانت تقدر تسالني الكورس ده انت خدته فين واسعاره وتستفاد مني، تقدر تسالني التدريب ده كان ايه مميزاته وهل اروح ولا ما اروحش، تقدر تسالني الشركه دي عشان اقدر اوصل لها بعد 3 سنين لما اتخرج اعمل ايه يا باشمهندس. حتى لو صاحبك معاك مثلا في مجال تاخد كورس هتقدر تستفهم منه وتروح تاخد الكورس ده. هتفتح على نفسك مصالح وبزنس. ممكن تلاقي صاحبك ده نشر شغل في ايدك في ايده وفي مصلحه، احتجت حاجه وقفت في معلومه فتقدر تفيده في مجاله. فنصيحه مني حاول تستفاد من الاعدادي دي تصل علاقات، لان انتوا بعد كده اسمه شعب وهتقوم عدد. وما دام انا هتسافر علاقات يبقى اخش عام. تاني حاجه نزه نفسك. انا مثلا خليني ادفع 30000 جنيه في ميكاترونكس، اروح ب 30000 جنيه وقت في اعدادي انزه نفسي بيه. سكن، اكل، شرب، درع، هدوم، عايز تنزل كورسات تنزل كورسات، رفع عن نفسك وهتلاقي فلوسك زياده. تاني حاجه برضه في النزول حوار الكورسات ده، في ميكاترونكس العدد بيبقى قليل، فروحت اخدت كورس بتوم بيرفعك سعر الكورس. مره مثلا انا في ماده انت مشيها معايا عايز اخد فيها كورس، بدل ما انت كنت في العادي مثلا هديلك بجنيه، في ميكاترونكس يمسك الطالب يوم ب 2 جنيه عشان انت عددك قليل. فانا يعني خليني اقعد مع 10 5 طلاب ضايع من وقتي عشان خاطر مثلا كام جنيه مثلا. فدي الفكره. فانت اجعل امكانيات اعلى بكتير، والسنه الجايه خش انت بقى تخصص ميكاترونكس. يبقى في بس تريكات صغيره هقول لك في الاسئله الجايه ان شاء الله. هل هيكون في فرق او تاثير لو دخلت ميكاترونكس بعد اعدادي؟ لا، هو الحقيقه مفيش فرق ولا هيفرق معاك في الجي بي ولا الكلام الفاضي اللي كنت بتكلموني فيه ده. لكن في مشكله واحده بس، ميكاترونكس رسم فيها في اعدادي بالاوتوكاد، برنامج الاوتوكاد على اللاب. تمام. فانت في عام بتاخد ورقي، هما بيدوك رسم ورقي في عام، بحيث ان لو في ناس ما عندهاش امكانيات انها تشتري لابتوب ما يبقاش غصبينهم، لان مش كل داخلين عام معاهم فلوس. اما ما دام انت قررت تخش ميكاترونكس فهم عارفين ومتاكدين ان انت معاك فلوس، فبالتالي مش هتجيب نادي غالي يشغل الاوتوكاد، فبالتالي احنا هندوك رسم على الاوتوكاد، لان عارفين ان داخلين دول هيقدروا يجيبوا نادي. فانت بيشيلوك رسم بعد ما تخلص هي تاني عشان تخش تمتحنه، عشان تخش تمتحنه كاد تاني او اوتوكاد تاني، وعادي انت كده كده ماسك الرسم وشاطر في اعدادي العام، فبتشيل الماده بتخش لغه ميكاترونكس تمتحنها عادي او اوتوكاد وانتهى الموضوع. انت كده اصلا شاطر فيها مش هتعاني، يعني مش هتاثر معاك في حاجه. مهندس ميكاترونكس ولا ميكا؟ انت عامل شبه اللي بتقول لي يبقى معايا مثلا طياره ولا معايا عربيه. ماشي، العربيه لها مميزات والطياره لها مميزات. الطياره لو في وسط مدينه وانا عايز انزل في وسط المدينه وفي بيوت مش عارف انزل بالطياره في المدينه، لكن العربيه انا اقدر امشي بيها واخش المدينه. في نفس الوقت لو انا عايز اسافر بلد بعيده طبعا الطياره احسن من العربيه، ودي لها ضريبه ودي لها ضريبه، فانت ما ينفعش انك تسالني سؤال زي ده. مهندس ميكاترونكس بيحاول يدمج بين الميكانيكا وبين الكهرباء، ان هو انا هديك شويه من ميكانيكا شويه من كهرباء بحيث ان انت تبقى مهندس فاهم في الاثنين، تقدر تعمل لي آلة او ماكينه او روبوت يشتغل بين الاثنين، تبرمج منتج واحده وكمان توصله وصلاته كهربائيه مثلا وتعمل له اجزاء ميكانيكيه عشان يقدر يشتغل. والمعادله دي بتبقى صعبه شويه غير يعني، بس عادي ممكن تقدر تحصل عليها، مفيش حاجه صعبه على مهندس. فاما مهندس ميكانيكا انت بتتخصص في تخصص الميكانيكا فقط، ان جوه الاتياش زي ما تقول مثلا المكنه او البادي او ازاي بيتحرك او ازاي بصنعه او الماتيريال بتاعته او الجسم. فانت بعرف الماتيريال دي وازاي اعرف اصنعه وازاي عمليات التصنيع كلها اقدر اعرفها. فانت بتتخصص في حته تقدر تبدع فيها وتوصل لمرحله عاليه فيها. تمام. برضه دي ليه شغل وده ليه شغل، في شركه هتبقى كده، في شركه هتدور على مهندسين متخصصين بس زي مهندس ميكانيكا مهندس كهرباء. فعادي انت شوف انت فضولك جاي لايه وخش. في شرح على اليوتيوب لمنهج اعدادي هندسه ياه كتير قوي، وهسيب لك لينكات تحت كتير، وانت لو احتجت حاجه تقدر تخش وانا ابعت لك اللي انت عايزه. ايه اهم النصائح عشان ترتب على ورق الدفعه؟ بص يا باشا، اسهل حاجه وكويس انت سأل السؤال ده، بتبسط قوي بالناس اللي بتسال السؤال ده قسما بالله. سهل جدا في الكليه انك تبقى معيد ودكتور وكلام من ده، وانا للاسف ما لقيتش حد يقول الكلمتين دول اول ما دخلت الكليه قسما بالله. انا اصلا ما كانش ليا حد في هندسه وما كانش حد بيفيدني بحاجه، ودخلت على عمايه عشان اطور نفسي بس وانجح في حياتي وخلاص، لان انا من النوع اللي بحب اطور من نفسي. فلو كنت اعرف ان حد هيقول من سنه ان انا ابقى معيد او دكتور وبتاع كنت ركزت فيه، بس انا ما حطيتش في دماغي من اول سنه من اول ما دخلت الكليه. فما تخليش حد يقصقص جناحاتك، انت تقدر تعمل اي حاجه في الكليه، تقدر توصل لكل نجاحاتك وتقدر تعمل حاجات كبيره قوي، وتقدر تشتغل مع الكليه وتقدر تجيب فلوس وتقدر تنجح ويبقى ليك كارير وتقدر تعمل اسم. وما انتش قليل، انت ما انتش طالب اصلا، من اول ما تخش الكليه ديت انا بشوف ان انت ما انتش طالب. تمام. فما تخليش حد يقصقص جناحاتك او حد يقول لك كلام سند وحس بقيمتك وانت في الكليه
واعرف دايما حقوقك وواجباتك مع دكاترتك ومعيدينك واهلك وناسك واصحابك، بحيث ان انت محدش يضحك عليك ومحدش يقلل من قيمتك، محدش يخليك تفقد الثقه في نفسك. طيب خلينا نرجع للسؤال عشان ما نتوهش كتير. عايز تبقى معيد او دكتور؟ اول حاجه خليك فاهم ان انت هتتعب شويه وهتنزل نفسك شويه. اول حاجه انا اخش الكليه عايزك تطلبها من ربنا، تطلبها من ربنا في سهوله. يعني دي نجح حالك بنسبه 70%. تمام. لان في ناس كتير زيك عايزين يبقوا معيد، بس إيه اللي بيخليهم يختلفوا عنك؟ في انه مع ربنا اكتر، انه بيصبر ويستحمل اكتر، انه بيكمل ما بيبطلش في الطريق. فدي اهم النقط قبل ما اقول لك ازاي تبقى معيد. فانت خليك مع ربنا، اطلبها في سجودك، في فجرك وفي قيام ليلك. كل سجده بتسجدها من جواك انت عشان تنفع نفسك واهلك وتفرحهم بيك. ده أول حاجه. تاني حاجه، من اول يوم تخش بيه الكليه او قبل ما تخش بيه الكليه، اتواصل مع ناس اكبر منك شاطرين، خد منهم الداتا وازاي كانوا بيذاكروا وبيعملوا ايه، واستفاد منهم ومن خبرتهم. اهم حاجه ما تكبرش، ما تبقاش داخل تقول لا ده انا معايا واحد مظبطني ومديني الداتا وبتاع وخلاص هكتفي بيه. واحد واثنين وثلاثه واربعه ويكون شطار. يعني دايما لما اجي انقي حد اشوف الشخص ده وصل لايه، انا عايز ابقى زيه خلاص هستفيد منه. تمام. فتستهدف ناس صح برضه. تمام. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه، لما تخش باب الكليه ما تخليكش منعزل قوي ولا اجتماعي قوي. خليك في حالك واللي يبقى جنبك صاحبه وخد رقمه وامورك كويسه وطيبه. عايزك تحضر محاضرات قبل ما تروح. يعني انا مثلا عارف النهارده انا هاخد باب اسمه الاتزان، فراح جاي مسرش على اليوتيوب شرح الاتزان، سامع دكتور واثنين مثلا يوم جمعه وخميس. حاجه انا يوم السبت عندي حد محاضره، فهروح اجمع 70%. سجل ريكورد. شوف بقى، في ناس بتحب تسجل ريكورد وتروح تسمعه تاني، وفي ناس ما بتسجلش بتكتب وتروح تذاكر على طول. تروح جاي في نفس اليوم راح مذاكر وحاجه اسئله الكتاب كلها، وتجيب كتب الدكتور وتذاكر منها فلما انت عايز تبقى معيد بجيبك منها. بعد كده تبدا تجيب الشيت وتحاول تحل فيه، ولو لقيت في حاجه تحاول تستخدم الذكاء الاصطناعي في الحل، او تستخدم المنصات على جوجل، او انك تسرش على اليوتيوب بالسكرين بتاع السؤال بحيث تحاول تجيب الحل بتاعه. المهم ان انت تحاول تحل في الشيت قبل ما تستنى السكشن يجي، تكون مخلص الشابتر كاملا متكاملا قبل ما السكشن يجي. جه السكشن انا قاعد بذاكر، برجع تاني على المسائل وهو وقفت في حمص قطع، اقدر استفيد من المعيد واساله وما اطلعش من السكشن انا لما اكون سائل المعيد وعارف. حتى المعيد لو قال لك مش دلوقتي ومش بعد السكشن اروح اقعد معاه او اقف معاه بعد السكشن وتم تكمل هكذا. ودايما كون مستعد للميد تيرم، تكون مذاكر كويس قبل طبعا الميد تيرم، تكون حاجه امتحانات قديمه وتظبط امورك انك تخش الميد تيرم. ده اللي بيميز الشباب عن بعض. اهم حاجه الميد تيرم حاول تضمنها، تكون مستعد له. بس لو استمرت على كده هتلاقي نفسك مرتب قوي على الدفعه، وما تفتحش جهل عليك. يعني ما تقعدش بقى تتكلم مع الشباب وبتاع، هو عايز حاجه تساعده ومالك انت عارف دي تعالى انا هحاول اساعدك ان شاء الله. لو عايز اشتري من الطب يقعد معايا 5 سنين في الكليه اجيب مواصفات ايه؟ في فيديو انا كنت ناشره على القناه ازاي تشتري لابتوب، اسمعه. فيديو انا كنت ناشر عنه السنه اللي فاتت، كانت الجبل اللي فيه تقعد معاك 5 6 سنين، هو اصلا الجبل نفس كانت الجبل اللي موجود معانا. تمام. انا هعمل فيديو ان شاء الله تاني بس حاجه بقى على الجديد وكده. مصاريف كليه هندسه جامعه كفر الشيخ كام؟ 1350 السنه. لو ما رحتش اول اسبوعين في مشاكل بتحصل، لا مفيش مشاكل هتحصل لك، بس نصيحه مني بلاش. ليه؟ لان انت اول اسبوع ده انت الدنيا بتبقى مريحه شويه، فتقدر تعمل علاقات وتعرف على ده وتتكلم مع ده، تضحك تهزر مع ده وتشوف الكوره وتعرف الدنيا. ولو انت عايز تشوف لك موزتين عادي ممكن تروح تشوف لك موزتين مش مشكله. الفكره ان اول يوم ده بيبقى فن، يعني بالذات اول اسبوع. بعدين اسبوع بقى بتبدا السكشن والمحاضرات، فبيبقى فيه بدايه من الجد. فانا لو ما كنتش حاضر في الاثنين دولت، انا لو جيت تالت اسبوع هتفاجئ بواقع هيصدمني، والناس دي بقى اللي هتيجي تاخد كورسات على طول. فبلاش. انت بادئ حياه جديده، انت ما تفكرش انت خلصت الثانويه العامه فانت كده ارتحت، لا لا انت لسه جاي كتير. انت خلصت الثانويه العامه فانت خلصت مرحله واجتهدت فيها وتعبت، فربنا اداك نتيجتها النهارده ان انا خلاص دخلت هندسه بقيت اسمي باشمهندس، وغيرك دخل مثلا تربيه ومش تايج منه، بس انت كاريرك اختلف. تمام. وكاريرك صعب وجامد. فانا دلوقتي خدت نتيجته ان انا تميزت عن اللي حواليا، ان انا بقيت اسمي باشمهندس. فبالتالي دلوقتي انت رحت في مكان كل اللي فيه مهندسين زيك، انت مش انت لوحدك، انت شوف كم مهندس السنه دي في اعدادي هندسه. فمحتاج بقى انك تبدا تتعب تاني 5 سنين دول عشان لما تتخرج تبقى من المهندسين المميزين اللي لهم فرصه في الشغل واللي استغلوا دراستهم صح، عشان تاخد برضه جزاك لما تتخرج وتشتغل عنهم، مرتباتك تبقى اقوى.
خبرتك اعلى، برضه هتتخرج وتخش في ساكن زي ده وفي ساكن زي ده، بس ده مش موضوعنا في البيت. فانت التزم من الاول، الاسبوعين دول مهمين. يعني تعالى يا عم نتعرف على بعض، تعالى نقعد مع بعض. انا بنزل الكليه عشان بلاش بقى عشان انا على اليوتيوب وكده. لو غبت محاضرة عادي عادي جدا يا عم، مش حاجة متقلقش. لو غبت يوم في الجامعة هيحصل لي ضرر أو مشكلة، لا مش هيحصل لك حاجة عادي، حر. هو دكتور باخد الغياب هيغيبك وبتاع، وفي نسبة في الآخر لو جيت متأخر من المحاضرة خبط وادخل ولا لا. بص يا صاحبي، أنا ما تحطش نفسك في مواقف زي دي، وما تخليش حد يحرجك. أنت تستاهل لو حطيت نفسك في موقف زي ده. أنت يبقى هنا انا مثلا لما كنت بتحط في حاجه زي كده، انا كنت ببقى مثلا مشغول او عندي شغل وعندي مصلحه وبصير فيديو زي ده واتاخر دلوقتي على المحاضره، بالتالي هروح. لو الدكتور او الدكتور ده انا عارف ان هو بيدخل الطالب، هخش خلاص. ما انا ببقى عارف انا حاضر قبل كده وشايف هو بيدخل الطالب ولا لا. لو هو بيحفل على الطالب مش بخش. يعني انا ببقى حاضر قبل كده شفت حفل حد فما بخش شغل. لو الدكتور بيدخل عادي محدش بيتكلم، بس ايه طبعا مثلا بيحب انه يخش هو ساكت كده من الجنب، بقى انا جاي اخد نفسي داخل من الجنب كده خلاص. لقيت نفس الدكتور ده ما اعرفوش او لسه في بدايه اول اسبوعين ما تخش هيك قاعد بره، ما جاتش يا عم على المحاضره، مش احسن ما يتحفى عليك وده كده ملهاش لازمه. هو عادي مش مشكله، دي مش حاجه وحشه، انت تسمع وتخش وتطنش عشان ما تحطش نفسك في حته مش افضل حاجه في البدايه. فانا جاي احط نفسي في الدوشه دي، ما تخشش يا عم، اقعد وبعد كده تعالى بدري وشوف طبع الدكتور ده على حسب طبعه ترد على نفسك في السؤال. الله يلا عشان انا كده شكلي اركب تاكسي وطلع الكليه. للاسف انا في مشكله، للاسف دلوقتي انا الساعه كام دلوقتي؟ مش عارف يعرف في التليفون ولا لا. الساعه دلوقتي 11 بالظبط حوالي 13 دقيقه على الكليه. طيب هاخد نفسي وانزل اروح الايه الكليه، وهكمل الفيديو ان شاء الله داخل النهار وان شاء الله ارفعه. هحاول اصوركم كام شويه كوكتين كده انزل الكليه النهارده. يلا. كان شغال فيديو من جديد. اهلا مسا عليك. هتنجدين انت النهارده. هننزل بقى الكمية وبعد ما نرجع هنصور الجزء التاني ان شاء الله في فيديو تاني منعزل ونرفعه بإذن الله تعالى يعني.